بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أخواتنا وأحبتنا، تحياتنا ليكم من هذا المكان الذي يحث الإنسان على التدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والبعد كل البعد عن كل معارك الحياة، والعيش في سلام وأمان في كنف ربنا سبحانه وتعالى وفي أحضان الطبيعة. اخواتنا واحباتنا في الله، لكن يعني كما عودناكم ان احنا نتكلم من اماكن طبيعيه عن بعض الاشياء اللي احنا ممكن نستطيع ان احنا نصلح نفسنا بها. يعني مش انا هنا مش موضوع ان انا راجل انصح ناس، لا. انا قبل ما اكون انصح الناس لازم اكون انصح نفسي بيها. يعني لعل اتكلم بكلام يعني مش افعله، لكن لما بكلم ان به الناس احس على دمي و... و... وافعله يعني. المهم، طبعا كلكم زي ما انتم عارفين موضوع السوشيال ميديا اللي منتشر عليه اشياء، يعني اشياء يندى لها الجبين، مثل الهجوم على الناس على بعضها وسوء الفهم بين الناس وبعضها وحاجات كتيرة جدا جدا يعني وكلنا بنحاول نقنع الناس ان احنا مش سيئين، وان احنا ناس كويسين. هو المفروض ان الواحد ما يقنعش الناس، يعني ما يحاولش يقنع الناس ان هو راجل كويس. او دع افعالك تنم على شخصيتك، ودايما معاملتك للناس يعني تكون معاملة حسنة في حدود الادب وحدود المعقول، يعني بحيث ايه، لا مفيش تفريط ولا افراط. تاني على دي، يعني سبحان الله العظيم، مواضيع كتيرة بتجول في خاطر الإنسان. وزي ما انتم شايفين، يعني بصراحة يعني أنا شايف عندنا انتشر موضوع القروض مش منتهي النظير، واللي فعلا أتعب ناس كتيرة، وفعلا يعني صدق قول الله فينا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مفيش تحت اي بند اي مسمى انك انت انك تجيب قرض، بصراحه يا جماعه. لان يعني انا عايز اسال سؤال: انا راجل، انت بتجيب، لو جبت 5000 بتاخدهم 4500 رقم واحد، وبعدين بتدفعهم 7000 ونص، يعني مشكله. يعني 5000، يعني معناها ال 5000 انت اخدتهم 2000 ونص. فين اللي انت عملته؟ فين الشغل اللي انت استفدته يعني؟ خدت 4 ونص وهتدفعهم كذا، وممكن ما تعرفش. ده انا بتكلم على مبالغ صغيره، فما بالك مبالغ كبيره. في ناس يا جماعه مقدمه مبادرات كويسه انها عايزين نستغنى عن القروض. انا ما اعرفش بصراحه اذا كان الطريق ده صحيح او مش صحيح، او مدى استمراريته هيكون ازاي، او مدى التعامل فيه هيكون ازاي. يعني انا بحب دايما الامور تكون لها ضوابط، ودايما احب اشتغل تحت اطار قانوني، لا أسأل بعدها عن شيء أنا فعلته قد يكون مخالف لقوانين البلد أو قوانين العرف نفسه. لكن يعني بصراحة، أنا يا جماعة ضد موضوع القروض بأي شكل من الأشكال. بصراحة أنا شايف إن مفيش بيت دخله قرض، سواء قرض من هنا أو قرض من هنا أو قرض من هنا أو قرض من هنا، ايا كانت الجهه بقى، ماليش فيه بقى. ما شفتش حد اتعامل ديت وفلح. راح وروني واحد كده خد قرض وفلح. وروني، اديني نماذج كده، اللي عنده نموذج مشرف لواحد خد قرض بالعكس. اصل فلوس يعتبر انت جاي من الهوا. فانت وبعدين عليها فايده كبيره جدا، يعني تتعب الناس يعني. طب انت ايه اللي يغصبك على ده؟ مين اللي غصبك على ده؟ مفيش حد في الدنيا يغصبك على ده. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه: وانما عند الله لا ياتي الا بطاعه الله. اللي عند ربنا ده، اللي عند ربنا ما بيجيش الا بطاعه ربنا. بصراحه يعني كمان في مشكله تانية بدات تظهر،
اللي هي مشكله التعامل مع بعض المنصات اللي هي ايه، تعتبر يعني منصات كلها نصب في نصب، يعني منصات كلها نصب في نصب، اللي هي منصات التداول. منصات التداول دي يا جماعه يعني ناس كتيره جدا جايه بتقول لي ايه حلال ولا حرام. انا مبدئيا الف ب، انا مش شيخ بصراحه او مش مفتي، لكن مبدئيا كده، مبدئيا كده اي مقامره فهي حرام، اي مقامره فهي حرام، ما فيهاش كلام يعني. واللي انت بتعمله ده مقامره. يقول لك ايه؟ يقول لك انا حطيت 35,000، 35,000 خدت خدت 20,000، خدت 20,000 اللي هم المكسب في التداول. وبعدين الموقع قفل وقال ان احنا هنفتح في شهر 7، وحياة امي ما هو فاتح تاني. موضوع انتهى، موضوع انتهى. مفيش الكلام ده. المنصات اللي زي ديت اصلا منصات مش شرعيه، منصات ما لهاش اي سند قانوني، حتى الدوله مش مقرها في الاساس يعني. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه استخدام المواقع التواصل بشكل لا يليق. ده بصراحه يعني بجد بجد بيرجعنا لورا، يعني احنا بنرجع لورا ما بتقدمش لقدام بصراحه. يعني انا شايف كده ان اي حد بيستخدم، انت مسؤول عن الكلمه دي. يعني انا بكلمك دلوقتي مسؤول عن الكلمه ديت، مدى تاثيرها عليك وعليا. يعني انا مش عارف بصراحه يعني يا جماعه لحد امتى هنفهم ان منصات التواصل الاجتماعي دي مش معموله للسب والقذف والردح والاشياء دي، الاشياء اللي من هذا القبيل. يعني انا بصراحه يعني مش شايف الا ان فيه كميه صفوف كتيره. ده ما يمنعش ان فيه ناس محترمه كتير وناس يعني كويسين وبيقولوا كلام، بيقدموا كلام ميديا كويسه. آه، كمان في حاجه لازم نستغلها يا جماعه. عايز اقول لكم على حاجه، يعني عن حاجه، احنا في البلد عندنا يعني فيه عالم او اتنين او ثلاثه بكتير، يعني ده عالم او اتنين بس. العالم اللي معروف عندنا فعلا ربنا يديله الصحه الشيخ فاروق احمد حسن خشوط. بصراحه الراجل ده غير حاجات كتيره زمان جدا جدا جدا، غير حاجات كتيره جدا جدا ومفاهيم كتيره جدا عند الناس، زي حارب موضوع الموالد والاضرحه، حارب موضوع الفروشات اللي هو رجع تاني. ان الراجل ده احنا محتاجين اللي زيه نقعد عنده ونستفيد منه، احنا نقعد تحت رجله ونستفيد منه. كمان يا جماعه في الشيخ محمد القصاص، محمد القصاص راجل من اشموم منوفيه. الراجل ده بصراحه يعني بقاله اكتر من 4 سنين بيجي في مسجد عندنا في البلد كل يوم ثلاث، واحيانا بيعمل خطب جمعه. الراجل ده شرح فقه كتير جدا 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 جدا. ليه ما نستفيدش منه؟ ما نستفيدش، بالعكس كان بعض الناس كانت عماله تهاجمه. الناس دي لازم نقعد تحت رجليها ونسمع يا جماعه، نتعلم امور ديننا. احنا فقدنا كتير جدا جدا ببعدنا عن تعلم الدين والفهم الصحيح للدين. يعني بصراحه انا يعني الواحد كان من صغره وهو يسمع الشيخ فاروق بصراحه. يعني بصراحه انا مش شايف هو والشيخ محمد القصاص، ويمكن كمان الشيخ خالد بس الشيخ خالد على اطار ضيق، مش موسع الدايره بتاعته برضه يعني. وده برضه يعني ما اعرفش هو ايه السر انه مضيق الدايره بتاعته. لازم يا جماعه لازم يتحرك، حتى كمان هو يتحرك في المساجد. هو راجل امام معين من قمه الازهر ويلف في المساجد ويدي الناس وعظ. يا جماعه الموضوع مش الشيخ فلان جه والشيخ راح. يعني انا مش بقول الكلام ده بهجم على حد، بالعكس انا عايز ابرز دور الناس دي. انا عايز ابرز دور الناس دي وعايز اتعلم منهم وافهم ديني الصحيح. يعني ايه الفروشات ترجع تاني؟ يعني ايه الموارد ترجع تاني؟ يعني ايه البدع يرجع؟ يعني الراجل بصراحه يا جماعه زمانه حارب حارب، هقوله حارب بدع بشكل تخيلوا. وكان تقريبا والله اعلم قطع 3/4 البدع الموجوده في البلد. ولكن يعني سبحان الله يعني خلاص يعني احنا ايه ما بقيناش محتاجين غير خطبه الجمعه، والراجل يطلع يقول كلمتين والله ايه فيه، واللي يفهم واللي ما يفهمش ان شاء الله عنه ما فهم. ففي يا جماعه نماذج كثيره جدا مشرفه جدا في البلد لازم نستغلها. الشيخ محمد القصاص جزاه الله كل خير بيجي من اشمون منوفيه، يجي يدي الناس وعظ ويدي الناس فقه ويعرف الناس. يعني بصراحه يعني انا شخصيا كنت بقرا طلعت اقرا في الفروشات لما هو ما كانش يعرف، لكن انا سمعت عن فضل القران وبدا يشرح فضل القران لحد ما جه عند الجزئيه ديت وخلاص انا قلت انتهى الموضوع. الحمد لله كان في الاول.
الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عوضني من ابواب تانية كتير، الحمد لله رب العالمين، وعايش في بركه وخير ربنا سبحانه وتعالى تحت سماه. يعني انا بصراحه بجد بجد يعني يا جماعه، فهم الدين الصحيح يؤدي الى الفلاح والنجاح. انما البعد عن الدين والبعد عن تعليمه، والله والله كلها بتبقى معاملات اي كلام في اي كلام، وايه وتهجيس وخلاص. فرجاء يا جماعه، يعني لازم نهتم بالدور ده. فين الناس دي يا جماعه؟ لازم تتحركوا تتحركوا تتعلموا من الناس دي، تعلموا من الناس دي فهم الدين الصحيح. ظهر على منصات السوشيال ميديا ناس بيدعوا العلم وهم ضالين ومضلين، والله ضالين ومضلين. يا جماعه اشمعنى تعليم الدين الصحيح مش منتشره بالشكل الكافي على السوشيال ميديا؟ انا مش عارف والله. يعني انا بصراحه ما عنديش فكره ازاي اللي عنده فكره ضلال تطلع وتنتشر، واللي عنده علم وفهم صح تلاقي قناته كلها مضموره مدحوره، ملهاش صنف 30 لازمه، عليها 10 12 مشاهده، وباقي الهيافه والكلام الفاضل معدي ال 120 الف مشاهده والمليون مشاهده والى اخره. ليه كده؟ ليه خلينا الدين اخر اولوياتنا يعني؟ انا مش عارف والله العظيم، لو استقاموا على فهم الدين الصح، فهم الدين الصح اللي هو يعني يقيم فينا حب النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه في كل الامور، واتباع القران العظيم، والله العظيم هننجح وما هنحتاج. انما كل الناس عماله تشتكي، اللي عمال يشتكي يقول لك انا مش لاقي وانا مش، طب تشتكي ربنا يا عم. يا عم خلي سرك بين ربك وبين ربنا، والله الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ما بين طرفة عين وعين يغير الله حالا من بعد حال. لا اله الا الله. يعني انا بصراحه بجد يا جماعه، ارجوكم الكل محاسب على كل كلمه بيكتبها على منصات التواصل ديت. اوعى تفكروا ان اللسان بس هو اللسان طوعته الايد، كل اولئك كان عنه مسؤول. خلي بالك الكلمه اللي انت بتكتبها، او الفيديو او الكلام اللي انت بتكتبه، والله هتحاسب عليه. ايا كان انت ظالم انت مظلوم، هتتحاسب عليه. ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كده ولا ايه؟ امتى يا جماعه؟ امتى هنصلح من نفسنا؟ اتمنى من الله والله العظيم ثلاثه، انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعني لا يقبض روحي الا اذا افاد بي افاده جامده. يا والله يعني اتمنى ان ربنا يفيد بيا والله، واتمنى ان ربنا يصلحني ويصلح حالي ويجعلني يعني حد كويس. والله انا الواحد اقل الناس. انما دلوقتي يا جماعه، على اللي عنده مش عارف مشكله، وممكن يكون مظلوم، وممكن يكون ظالم، يطلع ترك 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 ترك. ايه ده؟ وبعدين احيانا ينشروا فيديوهات والله اصلا ما لها اساس في الدين من الصحه. المهم ان هي بترمي بكلام على مخاليق ربنا وخلاص. لا، ليه بس؟ ليه كده؟ انت عندك مشكله بينك وبين واحد، روح له. والله انا عندي واحد اتنين تلاته اربعه، انا بالنسبه لي الحمد لله رب العالمين متصالح مع نفسي. اللي بيعاملني كويس بعامله كويس، واللي ما بيعاملنيش كويس انا بعامله برضه كويس. لا اجرح فيه ولا الكلام الفاضي ده كله. مع الحمد لله رب العالمين الواحد يعني يملك انه يتكلم وكل حاجه، لكن ليه؟ عشان ايه؟ وايه اللي يخليني اروح اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويحاسبني ويقول لي انت عملت وسويت؟ عباد الله، اتقوا الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يصلحني ويصلحكم واجعل خير دايما يا رب. ومتحف في الله. بالك تعيش محترم، تلاقي مكانك في قلوب الناس. انما تعيش بذيء اللسان، قليل الادب، عمرك قصير في الدنيا، وحساب كثير في الاخره. شكرا لكم والسلام عليكم من هذا المكان الجميل. شكرا لكم والسلام عليكم.